طبعا شفت هذا الفيديو بالصدفة والصراحة من جد ضحك. Nu ska vi steka ägg i Irak. Det är så varmt så termometern gick sönder. Så vi knäcker ägget och så ska vi göra lite omelett nu. Fan! Ja, det är typ klart. Kolla! Som gummi. Det är som tuggummi. اصدق لك هو شنو اللي ضحك؟ اي شيء ضحكني ماكو، اصبر ليش تستعجل على رزقك؟ طبعا ذول اثنين اجانب جايين من اوروبا للعراق تموز، يعني عايفين الاشهر كلها وجايين بتموز، فطقوا بيضه تمام على الشارع انه طاوه وهيك شيء واكلوها بمطعم، فاللي ضحك شنو؟ اللي ضحك طبيت على التعليقات والصراحه مثل ضحك، فتعالوا انا وياكم خلينا نشوف ذني التعليقات. طبعا هذا واحد كاتب هو اكو صاحي يجي بتموز للعراق، فرد عليه واحد قال له هو اكو صاحي يجي للعراق اصلا، فاجى واحد جديد هم رد عليهم قال له هو اكو صاحي عايش بالعراق، المهم اجى واحد ثاني هم رد عليهم قال له هو اكو صاحي يريد يعيش اصلا. وهم جا واحد وقال له هو اكو صاحي ورد عليه قال له هو اكو، وبعدين هم جا واحد جديد كتب هو، وبعدين اجى ابو التعليق الاساسي الكاتب هو اكو صاحي يجي للعراق كاتب هاي صايره. والله الصراحه مثل الضحك، والله العظيم الشعب شافط. دا اتونس، دا اغير جو يا عالم، نفسيتي تعبانه ومتدمره ودا اغير جو. اوكي اني مو مشكلتي اذا هو ملف هنا ناس ادبسزيان ما يعرفون يتصرفون، اني مو مشكلتي اذا السوء الاداري موجود، اني مو مشكلتي اذا الامنيه ما بيهم حظ. طبعا الفيديو دقيقة مدري دقيقة ونص جاي يحكي ما ادري على شنو، بس هسه احنا بعيدا عن الحكي الجاي تحكي ما اعرفه شنو، انت مقتنع بنفسك؟ لا والله جديات، يعني شعر طويل ودق عمليات تجميل وما تريد توصل، المشكلة اذا اعطيت رأي يعني اليوتيوب هسه يحسبوه تنمر، فراح اسكت واريد التعليقات هم يعطون رأيهم بيك. هسه دا لاحظ بالمحاكم نسبة الطلاق كلش عالية. زين. على اسباب يعني اسباب الاتفاف، يعني اسباب يعني اتفه الاسباب. زين. دا اشوف يعني من وراء اسباب مو مقنعة بس تناسب يعني طلاق يعني بالمحاكم، تعال ادفع نفقة وتعال والجهة ايضا لا مثلا يعني اكو عوائد. اي كمل ترى ما مبين عليك انه انت مرتبك وهيك شيء، انا بس اريد اعرف المقدمة شلون لزمت روحها، هي ضحكت اول شيء بس بعدين لزمت روحها قالت لا عيب. أنتج مليار عن ساعة الطلاب. حبيبي مو كل شخص نفس أختك، أوكي؟ مو كل واحدة نفس أختك، فأقدر أشتريك وأشتري عائلتك. إيش بيكم شيء؟ زين انت اذا ما تحبين تجاوبين ليش اصلا تطلعين على السوشيال ميديا وتنشرين؟ يعني مجبوره الا تردين وتشوفين انه هذا يقول لك تطلعين بمليون؟ هاي الا اذا انت عندك نقص بشخصيتك وتردين تطلعيها انه اني الشريفه واني العفيفه واني ما ادري شنو وما اطلع، زين انت ليش تردين على هيك تعليقات؟ ترى انت الصوت منك، يعني عادي الناس تكتب اي شيء، بس انا الخاص مالتي مدروس غلط ومدح، عادي اقدر ارد واقدر ما ارد، بعد جايبتهن وجاي تنشرين وما ادري شنو، فانت بهذا الشيء راح تخلين الناس تاخذ عليك نظره مو حلوه، واعتقد بعض المشاهير طبولك بالتعليقات انه قال لك انت ما لازم تنشرين هيجي، بس انت لا مستمره جاي تنشرين هيجي مقاطع تعليقات زائد 18 وانت تردين عليهم وتنزلين بصفحتك، شنو الغايه ما ادري. عجب اليوم سابحه على مود القمل خيه، حتى القمل يوقع، سابحين على مود القمل. اي على مود القمل سابحين. زينب القمل ما يوقع بالمي، يوقع بالنفط، حطي لك فدبه نفط على راسك وجد حج الداحه والقمل كله يروح، لا كذا بتقول شقويات، اكو مضاد مال القمل، روح للعطار كيس ب 500 حطي على شعرك يروح، لوز لا مو لوز. اوكي طبعا هذا كاتب السلام عليكم، واللي عنده ضحيه ويريد قصاب انا موجود، اخذ بس المعلاق والباكه و5 كيلوات لحم و25,000، اقول لك ليش ما تاخذ الطليق كله؟ كانت ايش خلي شنو قبونه؟ نفس صلاة الأم والبنت على راسي. هذول منين يشتغلون؟ شو اثنيناتهم طافين؟ اوكي طبعا هسه هذا الثاني عاد جاي ينتقد التصرف الاول، ايش في؟ ارمش سوي لنا حركه شيء على مود نعرف انت جاي تنتقده او ما عجبك تصرفه، خويا بيك شيء؟ كم؟ لا والله كم؟ زور هيك؟ ما بيصير فصولا، هذا ساح بدل ما تبيع. الغيرة العراقية لك، هاي الغيرة العراقية علست. هاي الغيرة العراقية، الله وانا يومك كنت اشوفك واقول الله وعلى الغيرة العراقية. من قلت لي باكر اجي، ظليت اعد بالوقت، باكر بعد باكر، مرت سنة و6 أشهر،
كان ما اجا باكر ما اجا. الصراحة أنا متت من الضحك. المشكلة القصيدة مدري هذا الشعر حزين، بس تعال خلينا نشوف ذن التعليقين الكاتبين. أوكي طبعا هذا كاتب يلا خليها على الأسبوع الجاي إن شاء الله، الله كريم. والثاني كاتب يلا الله كريم من يلعب بوجي. أوكي كاتبين قلت ما أنصدم وحدي. أوكي حبيبي الكوب هاي بالانس تبي. اوكي يعني عادي مغير صوتها، يعني شكل بها عادي بنية تغير صوتها. يعني شنو منو انا منو. اوكي هنا كاتبين ليش الله مطيح حظ العراق. اوكي ليش مطيح حظ العراق؟ والله خلينا نشوف، بس تحذير نص الفيديو او تلبس سماعات. اريد ابين لك انا عبدك الضعيف المسكين وصلي لك اسجد لك هواي. جاوب لي. كلش احب رب العالمين. تحبيه؟ كلش يعني احسه حبيبي. زين الله سبحانه وتعالى شو تقول لي له؟ اقول له اخوي اسمعني. ليش الله ما سوى كذا؟ انا الله شو مسوي؟ امين. وهاي الكيكه اللي موجوده انا وربي، انا وياه. ما اريد شيء بس اريد اصعد وابو صور. يا بس شنو استغفر الله ربي، هسه ذولي جاي يمدحون الله جاي يكفرون بي والله ما اعرف. الإعلامية فاطمة قيدار دزت لها رسالة تقول بيها إنه هي رفعت عليها دعوة. طبعا ما أدري إذا هي إعلامية من صدق أو لا. المهم طبعا أنا وياكم خريج بكالوريوس إعلام، حلو يعني عندي شهادة إعلامية. المهم ليش رفعت عليها دعوة؟ لأن سويت ردة فعل على فيديو إلها إن العالم ما قامت تسوي لها لقاءات. قلت بالفيديو إنه كونوا ويا الناس ألطف حتى يرجعون يسوون وياش لقاءات وهكذا، لان كانوا العالم يحبوها وبعدين كرهوها وهاي الامور. زين هسه هو على كلامه انه لا سب ولا قذف، على شنو ترفع عليه قضيه؟ يعني انه هو ما غلط عليها او ما سب عليها ولا حكى شيء مو زين عليه على مود ترفع عليه قضيه. زين هي محكمه تستقبل هيك دعاوي انه واحد بس ردة فعل على شيء، هاي لا دعوه. زين دعوه شنو؟ دعوه مشاهدات؟ بس اذا واحد اضطرايه بشيء يشوفه على السوشيال ميديا شنو ينحبس؟ رفعت عليه دعوه بسبب هذا الشيء. يعني شلون اعلاميه وشلون ما تقبل احد يجيب طاريها، وقايل على اساس انه اني يعني اشتم وسب وقذف وهاي الامور. يعني هاي حتى لو اذا تقول لها السلام عليكم شلونك فاطمه قيدار ترفع عليه قضيه سب وقذف، جاي تقذفني. وات وين السب والقذف؟ وين هاي وصلنا مرحله انه لا تجيب طاريه ارفع عليك دعوه، لا تحكي وياي. اول شيء اذا انت مشهوره المفروض تتقبلين، واذا انت اعلاميه المفروض من اخلاقيات المهنه انه تتقبلين النقد. هو طبيعي هذا الشيء انه كل شخص عنده محبين وعنده كارهين، ولازم مثل ما يتقبل المدح اللي يجي لازم هم يتقبل الانتقاد اللي يجي. فانا اقول بس اللي عنده نقص بشخصيته انه يسوي هذا الشيء، انه يرفع دعاوي وما يقبل واحد ينتقده او ينتقد تصرفه الغلط. لا هو ملاك، هو الصح واحنا الغلط، ما يقبل. تمام. فخلينا نشوف شنو تاليها وشنو تالي القضيه، وانا منتظر، واذا صار شيء جديد راح ارد لكم خبر. باي باي. والله ما ادري ايش اقول لك، بس اعتقد انه هاي الدعوه ما تاكل. هو صراحه انا ما شايف الفيديو مالتك، بس اعتقد انه ما يطلع من عندك انت شيء غلط على مود سب وقذف وما ادري شنو. كنا نعرف السب والقذف شنو، انه انت تغلط عليها او تسبها او تطعن بشرفها. فانت ما اعتقد انه انت مسوي ذني الشغلات. وارجع اقول كل واحد يرفع دعاوي بحجه ما يتقبل النقد انه هذا عنده نقص بشخصيته، ما يحب يسمع الطرف الثاني، يحب يسمع بس اللي يعجبه. وبس والله هي هاي السالفه، واكيد انتم استمتعتوا بالفيديو وما يحتاج اقول لكم ايش راح تخلون انه لايك واشتراك، ما يحتاج. المهم اريد اشتراكات ولايكات على مو شنو ارجع مثل قبل، انه كل يومين كل 3 ايام انزل لكم فيديو. اذا اشوف اشتراكات صعدت المهم انزل لكم. وبس يلا احبكم هاي هاي، واشوفكم فيديو جاي. سيو. شو كأنك ما اشتركت بالقناه ها؟